لما قررت انقل من شقتي كانت في حاجة واحدة بس اللي بدور عليها، مكان آمن لمراتي سارة والبنتي ليلى. بعد شهور من التدوير والفرهدة لقيت مكان واحد بس كان شبه الحلم بالنسبة لي، أرض كبيرة لسه بتتبني اسمها الروضة. الاسم لوحده كان مريح، والصور اللي كانت موجودة على النت كانت كتير وشكلها حلو جدا، بيوت شكلها جميل وجناين واسعة وبحيرة صغيرة في النص. قدمنا على الطلب ورحنا قابلنا صاحب المكان. سارة مراتي كانت طايرة من الفرحة، وليلى بنتي كانت مبسوطة عشان في جنينة كبيرة هتقدر تلعب فيها زي ما هي عايزة. يوم ما نقلنا كل حاجة كانت مثالية، جيراننا رحبوا بينا بحرارة، واحد منهم راجل كبير في السن اسمه وفيق جاب لنا كترحيب طبق جاتوه، ابتسامته كانت ودودة جدا، ولقيته بيقول لي اهلا بيك في الروضة بيتك الجديد. حسيت اني اخيرا خدت القرار الصح. بعد ما العمال مشيوا وساره مراتي بدات ترص الحاجه، لقيت في ظرف ابيض نزل من تحت الباب عندي. فتحت الظرف كان جواه ورقه مطبوعه شيك جدا وشكلها حلو، عنوانها بالنص تعليمات ارض الروضه. قلت اكيد دي قواعد المكان ومواعيد رمي الزباله والكلام ده كله. بدات اقرا، اول حاجه كانت مكتوبه اهلا بيك في ارض الروضه بيتك الجديد، لضمان استمرار الهدوء والجمال في ارضنا الجديده نرجو الالتزام بالارشادات الاتيه.